هاعمل معاكم النهارده اللانشون البيتي بطريقة حلوة أوي، هنعمله مع بعض بدون لحوم. ده اللانشون السادة، وأنا بالنسبة لي بافضّله كتير أوي عن اللانشون اللي باللحوم. دايمًا لمّا بنعمل اللانشون اللي باللحوم في البيت بيبقى معجّن سِنّة كده، فما بيبقاش لطيف خالص والولاد كمان مش بيحبوه. أمّا اللانشون السادة ده بيبقى حلو أوي، في منتهى الجمال بجد، ما بيبقاش معجّن خالص، كمان بيبقى طعمه وريحته حلوة، بناكله كده وإحنا متطمنين. طبعًا مش هنضحك على بعض ونقول إن اللانشون اللي إحنا بنعمله في البيت إن كان باللحوم أو سادة زيه زي اللي بنشتريه من برّه والكلام ده كله، ونقول إنه بيطلع نفس الجودة. لأ طبعًا هو مش نفس الجودة، بس هو أنضف بكتير من أي لانشون بتشتروه. إحنا برضه بنعمله بطريقة حلوة وبطريقة ناجحة ومقبولة، زي ما أنتم شايفين مقطعاه شرايح رقيقة خالص. باتنيه أهوّة مش بيتقطم معايا، طري حلو معايا متماسك لكن مش معجّن خالص. أهو زي ما أنتم شايفين خرطة اللانشون بتروح وتيجي معايا أهيّة، طرية حلوة، طعمه حلو، ريحته جميلة جدًا. كفاية إن إحنا بناكله وإحنا متطمنين إن ده عمايل إيدينا، وعارفين المكونات بتاعته عاملينها من إيه. يالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعمل اللانشون إزاي. معايا هنا 6 حبايات من البيض هنحطهم على طول في الخلاط، وهاضيف عليهم نُص كوباية من الزيت. هاضيف عليهم 8 مثلثات من الجبنة النستون. بعد كده هاضيف عليهم فص توم واحد بس مفروم ناعم. نشوف فص توم كبير كده نفرمه كويس قبل ما نضيفه عليهم علشان نضمن انه هيبقى ناعم. انا هنا ضفت كمان معلقة من التوم البودر، لو مش موجودة خلاص مفيش مشكلة، هنكتفي بفص التوم اللي احنا حطيناه. بعد كده هنحط معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناعمة، ومعلقة من البابريكا. بعد كده هضيف 3 مكعبات من مرق الدجاج او من مرق اللحم، وطبعا دي هي اللي بتدينا الطعم كله لا غنى عنها. اللي مش بيحبها يقدر يحط 3 معالق من المرقة الفورية أو 3 معالق من بهارات الفراخ. بعد كده هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هضيف بقى عليهم نقطتين من لون الطعام اللي هو الجيل الأحمر، ده لون طعام صحي بيجي من عند العطار. هحط نقطتين 2 بس عشان زي ما انتوا شايفين تقيل جدا. طبعا لو لقيتي اللون فاتح معاكي قوي بتزودي كمان نقطة، ونخلي بالنا واحنا بنزوده نزوده نقطة نقطة علشان خاطر ما يحمرش قوي وشكله يبقى مش حلو. هنضربهم كلهم طبعا في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده لحد ما ينعم معانا خالص. نقعد بقى نضرب فيه كل شوية كده لمدة دقيقتين 3 لحد ما الخليط بتاعنا يبقى ناعم ومفيهوش اي تكتلات خالص. زي ما انتوا شايفين ده شكله بعد ما ضربناه كويس قوي في الخلاط. بعد كده هضيف عليه معلقة صغيرة من الفلفل الاسود السليم، معلقة صغيرة بس مش كتير علشان ما يبقاش شكله مش حلو، كمان هيبقى حرق قوي. بعد كده هنضيف 8 معالق كبار هرميين من الدقيق، ومعلقة واحدة من النشا. 8 دقيق وواحدة نشا. بعد كده هنقلبهم كلهم كويس قوي مع بعض. هنفضل نقلب بقى بالمضرب اليدوي كده لحد ما يبقى ناعم معانا ومفيش اي تكتلات خالص. في الاخر كده بعد ما هقلبه كويس قوي هضيف عليه معلقة من الزيتون اللي هو المخلي. معايا معلقة من الزيتون الاسود المخلي زي ما انتوا شايفين كده،
ودي طبعا خطوة اختيارية. لو بتحبوا الزيتون ضيفوه، ما بتحبوهوش ممكن تشيلوه. كمان برضو الفلفل الاسود لو مش حابين تحطوه خلاص ما تحطوهوش. خلاص كده اللانشون جهز معايا اهو. العجينة بتاعته كده بقت مناسبة قوي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، اللي هو تحسيه ان هو تقيل وملزق كده. بعد كده هفرد الاسترتش على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده، وهصب عليه نص الخليط بتاعي. هأديله تقليبة الأول بس كده، بحيث ان انا اوزع الزيتون والفلفل الاسود قبل ما اصب. انا هحط نص الكمية بس، عشان انا عايزة اعملها صوابع رفيعة كمان عشان تستوي معايا بسرعة. طبعا انت تقدري تسويه في كوبايات، بيبقى حلو جدا طبعا، بس بيحتاج حرص وعناية شوية في السوا عن اللي احنا بنلفه في الاسترتش. اللي بنلفه في الاسترتش ده احنا بنلفه على طول، بعد كده بنغلفه تاني في ورق فويل، وبنحطه في كيس وبنربطه عليهم وبنرميه في الحلة وبنسيبه يغلي براحته. اما اللي في الكوبايات بيبقى طبعا ممكن صحة اكتر. بنجيب الكوبايات الازاز وبندهنها بفرشة من الزيت، وبنفضي فيها اللانشون بتاعنا. بعد كده بناخد بالنا بقى، بنغطي الكوبايات كويس بورق فويل من فوق، علشان واحنا بنحطه في المية البخار بتاع المية ما ينزلش فيه. نخلي بالنا كمان المية ما تبقاش كتير علشان ما تدخلش في الكوبايات، عشان المية لو كتير هتغلي جامد في الحلة واحنا مغطينها، وهترفع ورق الفويل اللي احنا مغطيين بيه الكوبايات. زي ما انتوا شايفين هنا انا بحاول ابرمه كويس في الاسترتش زي ما انتوا شايفين، وهنبرمه كده من الجناب كمان، مش هنسيبه على كده. احنا هنجيب خيط وهنلفه على الطرف من هنا والطرف من هنا، بحيث انه ما يفكش خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ونفضل نبرم كده لحد ما نزنق عليه، نحسه انه مزنوق قوي علشان ما يبقاش مهوي. بعد كده هجيب ورق فويل وهلف فيه صباع اللانشون بتاعنا اهو بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اللي اهم من ورق الفويل هو ورق الاسترتش، اللي هي الطبقة الاولى اللي احنا لفينا بيها اللانشون. نخليها كذا لفة، لفات كتير قوي، علشان ما ينفجرش ويطلع من ورق الاسترتش. بعد كده هنجيب كيس تلاجة وهنحطه فيه برضو علشان ما يطلوش اي مية. بعد كده هنلف النص التاني بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده، واحنا بنربط بقى الطرف الاخير نقعد نبرم فيه كده لحد ما نحس ان اللانشون انضغط كويس قوي. بعد كده هنجيب الورق الفويل وهنلفه فيه كويس. هجيب برضو كيس تلاجة وهحطه فيه، وهنقفله عليه نربطه كويس علشان ما يدخلش فيه اي مية. طريقته سهلة وبسيطة، ما بياخدش معانا وقت خالص. احنا بس اللي بنكسل وبنقول يا احنا لسه هنعمل لانشون، مع ان الموضوع كله بسيط وبيتحط في الخلاط، بنضربه كله مرة واحدة، ما بنعملش حاجة اكتر من كده. الموضوع سهل وبسيط خالص. بعد كده خليت المية تغلي، حطيت فيها ورق لورا. بعد كده هنحط اللانشون بتاعنا وهنهدي عليه النار، هنخلي النار وسط وهنغطي عليه علشان ما يقعدش يغلي ويفور ويغرق لنا البوتاجاز مية. هنسيبه قد ايه بقى على النار؟ هنسيبه ساعة، يدوب ساعة بس، بعد كده هيكون استوى معانا. طبعا كمان لو عايزة تختبريه، عشان ممكن تبقي عاملة انتي تخين شوية، هتجيبي خلة وهتغرزيها كده في من بره كده، هتفتحي الكيس وتغرزيها. لو طلعت معاكي ناشفة خلاص يبقى هو كده استوت، لو طلعت فيها عجينة يبقى لسه مستويش.
وده بعد مرور ساعة كان اللانشون استوى معايا خلاص اهو زي ما انتوا شايفين. هو طبعا لما نزل المية واستوى زاد زي ما انتوا شايفين، نفش كده وزاد، فطبعا بان من ورق الفويل. هفتحه قدامكم دلوقتي. طبعا انا بفتحه لكم هو لسه ساخن مولع. بالمقص، وهنفتح الورق الاسترتش برضو، لان طبعا مش هنعرف نفتحه من غير مقص خالص. شوفوا بقى شكله، على فكرة المنظر اللي هو الناشف من بره ده مش بتشوفوه في لانشون اللحوم خالص، لكن اللانشون السادة اللي احنا عاملينه هو ده اللي القشرة بتاعته بتبقى جافة من بره وناشفة خالص زي ما انتوا شايفين اهو. بجد تحفة جدا، حاجة كده في منتهى الجمال، مش معجن خالص، طالع مستوي تحفة، وريحته حلوة قوي. كمان طعمه بجد حلو قوي. هنقص بقى الناحية التانية علشان عايزة اقطعه قدامكم واوري لكم. طبعا شكله مش بيبقى متساوي قوي، بس احنا في النهاية هنقطعه فمش هتفرق يعني. زي ما انتوا شايفين انا بقطعه شرايح رفيعة اهو، بيتقطع معايا بكل سهولة من غير بقى ما يبقى معجن ولا يبقى مثلا بيتكسر مني. وزي ما انتوا شايفين الخرطة طالعة طرية حلوة قوي، في نفس الوقت برضو مش معجنة. اهو زي ما انتوا شايفين بيتني وبيتفرد معايا بدون ما يتكسر خالص. اشوف بتنيها للاخر اهو كذا مرة، لا بتتقطم مني ولا بتشقق ولا بتفلق ولا الكلام ده كله. طريقة حلوة، طريقة ناجحة مرضية، حلو جدا. كفاية ان احنا عاملينه في البيت بايدينا، بناكله واحنا مطمنين. ممكن بقى نستخدمه في سندوتشات المدارس، بيبقى حلو قوي. ممكن بقى نعمله مع البيض، بيبقى تحفة جدا. شايفين بقى الزيتون متقطع معاه شكله عامل ازاي. بجد شكله حلو قوي وريحته حلوة قوي وطعمه كمان بجد حلو قوي. هجيب بقى الطبق وهرص فيه اللانشون اللي انا قطعته. بجد انا واقفة كده يعني من ريحته انا مش مبطلة اكل منه. وبكده اكون خلصت معاكم اللانشون بدون لحوم. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوه، وبألف هنا وشفا.